السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض الفينو بطريقة سهلة ان شاء الله تعجبكم. انا الاول هبدأ ببديل محسن الخبز. نص كوباية دقيق وعليهم كوباية مية، هقلبهم كويس قوي مع بعض وارفعهم على النار، وهفضل اقلب فيهم لحد ما الدقيق لونه يتغير ويبقى لونه شفاف. معايا بقى هنا ايه؟ معلقة خميرة، هحط عليهم معلقتين سكر وكوباية مية دافية، نص كوباية مية دافية، واقلبهم واحطهم على جنب، اغطيهم لحد ما يختمر. طبعا دي احنا كده بنختبر الخميرة عشان ما تبوظلناش بقية المقادير. قلبت كده كويس، هغطيها واحطها على جنب. معايا هنا بقى كيلو دقيق، احط عليه رشة ملح ومعلقتين سكر، وهقلب بقى كويس الدقيق مع السكر والملح. كانت بقى الخميرة اختمرت، فضيتها، وهحتاج كمان نص كوباية سمنة. وهعجن النهاردة بلبن قاطع، انا عندي لبن كان قاطع، دفيته ضربته في الخلاط وهعجن بيه. طبعا ضربته في الخلاط عشان ما يبقاش فيه تكتلات كده وتضايقني في العجن. لبن القاطع انا بستخدمه في حاجات كتير، ممكن اعمل بيه كيك، ممكن اعمل بيه بشاميل، ممكن اعجن بيه بقى معجنات، قراقيش، اي حاجة، حتى القرص الطرية ساعات بعجنها بيه. آه، يعني المفروض ان احنا نستغل اي حاجة عندنا، ما نرميش حاجة، الحاجة اللي نعرف نوظفها يعني في مكان تاني نستخدمها. طبعا انا حطيت دلوقتي البديل المحسن، انا استعملته في حاجات كتير، يعني جربته في حاجات كتير. هحط بقى اللبن واعجن. الكيلو الدقيق اخد كوبايتين لبن. طبعا لو انت عندك لبن رايب عايزه تعجني بيه عجيني، ولو ما عندكيش لبن رايب وعايزه، عندك لبن عادي وعايزه تخليه رايب، معلقتين زبادي على اللبن، على كيلو اللبن، وقلبيه وغطيه وسيبيه شويه وهو دافي هتلاقيه راب. هعجن بقى كويس. طبعا هي هتحتاج مجهود شويه عشان انا عايزه العجينه دي ما فيهاش تكتلات، عجينه ناعمه. هنشوفها مع بعض برضو بعد العجن. التخمير انا في الصيف بغطيها بأي حاجة، وبعد كده بغطيها بفوطة، يعني بغطيها مثلا بصينية او حاجة، واغطيها بفوطة واسيبها نص ساعة بالكتير بتكون اختمرت. في الشتاء انا بقى بعمل لها حمام مية سخنة كده، يعني بعمل حاجة اكبر منها، بحط فيها مية سخنة وبحط الحاجة اللي انا عجنة فيها وبغطيها. ده اللي هعمله دلوقتي. بصوا العجينة اي تكتلات اختفت كده، بقى العجينة خمرت خلاص والحمد لله. هي قعدت حوالي يعني ربع ساعة واختمرت. هبتدي بقى اقطعها، تقدري تقطعيها بقى على ميزان وتخليهم كلهم قد بعض، بس انا يعني عيرتها كده بايدي. هو الرغيف تقريبا حوالي من 60 ل65 جرام، زي ما انت تحبي يعني. هقطع بقى كده، وبعد كده اللي انا بقطعه ده هغطيه، واول واحدة قطعتها هبتدي بيها اخدها وافردها واشكلها. طبعا لما انت بتقطعي العجين كده بيريح، عقبال ما كل ما بتاخدي اللي انت لسه مقطعاه بيكون الباقي ريح. تعرفي ان العجينة ريحت ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده انا بفرد وهي ما بتلمش بسرعة، بفرد وهي بتتفرد معايا وما بتلمش اهو. هفرد كده على شكل بيضاوي، وابتدي الف الرغيف رول كده، واقفله كويس جدا من كل الجوانب ومن الناحيتين، واحط في الصينية. الصينية دي مش مدهونة حاجة.
اهو. هبتدي بقى ايه اعمل واحدة كمان. طبعا الكايزر هو الكورة اللي انا كنت عاملاها، بس بتلفيها كويس شوية مع يعني تحت ايدي كده عشان تاخد شكل الكايزر. وببططها كده شوية لان هي لسه انا هسيبها تختمر. انا كنت سخنت الفرن، دفيته وقفلته وحطهم فيه. هسيبهم بقى ساعة، ساعة ونص، ساعتين، لحد ما يختمروا براحتهم. ده الزيتون اللي انا كنت بخلله معاكم من في فيديو بتاع مربة البلح. كل يومين بفتح الغطا كده واقلبه تقليبه. انا كنت جايباه غسلاه، للي ما شافش الفيديو يعني كنت جايباه غسلاه ومصفياه كويس ورشيت عليه ملح وحطيته كده في العلب وسبته. هيقعد معايا حوالي 15 يوم وبعد كده هنخلله مع بعض. لو لاحظتوا هتلاقي ان هو الزيتون بيكرمش، الملح بينزل المية اللي فيه كلها اهو. انا بعمل الحركة دي كل يومين، بفتحه واقلبه واغطيه واشيله تاني. هنا بقى كان خلاص الكايزر اختمر. انا شغلت الفرن وهبتدي بقى ايه ادهن الوش بتاع الكايزر. انا جبت بيضة، انا بستعمل البيض واللبن والنسكافيه اللابلاك. خدت شوية لبن، طبعا هدوب النسكافيه في اللبن لان النسكافيه لو حطيته على البيض مش هيدوب. هدوبه كله خالص وبعد كده احطه على البيض وابتدي بقى ايه ادهن بيه الوش ومعاه شوية سمسم او حبة البركة. ولو حابين تحطوا شيفان مجروش براحتكم. ممكن كمان العجينة دي ممكن تحشوها ويبقى سندوتش منه فيه كده يريح يعني، بدل ما تفتحي وتعملي سندوتشات وبتاع بيبقى جاهز اهو. رشة سمسم. بصوا رغيفة الفينو بقت عاملة ازاي. ممكن كمان تدهنوه كده وترشوا عليه سكر. يعني كل واحد بقى يعني ايه براحته يوظف بقى اللي هو عاوزه. اهو الشكل اهو، الكايزر والفينو مع بعض. كمل باقي بقى الكمية ودخلت بقى الفرن. ما بيقعدش وقت كتير بيخرج. انا معايا زبدة كده بروح ايه دهناه. كل اللي يخرج ادهنه، كل اللي يخرج ادهنه. زبدة يعني سايحة بروح مديها دهنة كده بسيطة، بتفرق جدا في الطعم وبتخلي الكايزر طري قوي والفينو اهو بدهن. والمفروض ان انتي بقى بتغطيه. فانا غطيته بصينية تاني 5 دقايق بالكتير وبفتحها عليه. الفينو نفس الكلام. طبعا ممكن كمان بدل الزبدة دي ممكن تبخيه بالمية، ترشي كده مية اهو. بصوا من جوه عامل ازاي، حلو قوي. ان شاء الله يعجبكم. يا ريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم. وما تنسونيش يا جماعة في لايك كتير وشير وسبسكرايب لقناتي تكات في مطبخ حياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.